السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا مطبخ جديد برضو في محافظة الإسماعيلية. احنا ده تاني مطبخ نسلمه النهارده بأمر الله. فهنشرح لكم كل التفاصيل، الديزاين، الماتيريال، الأجهزة، كل حاجة. وكمان هنقول لكم شوية نصايح كده لو حد مأجر شقته وناوي يعمل مطبخ وعايز ياخده معاه بعد ما يمشي. يلا بينا. الحاجة كلها زي الفل مع باشمهندس سلاوة. كل حاجة زي ما احنا متفقين وزي ما احنا قايلين، والخامات مفيش أحسن من كده، يعني هو الفينش وكل حاجة. تسلم ايديكم. في البداية طبعا زي ما قلنا ان الشقة هنا ايجار، فلازم ناخد بالنا من تركية صغيرة جدا، الا وهي ان انا ما اعملش اليونت بتاعتي كلها قطعة واحدة. يعني دي 3 ضرف، ما تعملش كلها واحدة بس، لا هتتعمل دول الضرفتين دول يونت، والضرفة دي يونت تانية خالص، بحيث ان انا ونفس الكلام المنطقة اللي تحت، بحيث ان انا لما اجي انقل بعد كده يبقى عندي اليونت دي لوحدها، اقدر ان انا اشيلها احطها، ممكن اكمل بيها الجنب التاني، ممكن احطها في جنب الحوض لو هاجي ان انا اغير التقسيمه. لان طبعا كل مطبخ بيبقى له تقسيمته الخاصه، كل مطبخ بيبقى له الديزاين بتاعه اللي بيترتب على اساسه. يعني هنا مثلا اترتب مكان البوتاجاز هنا في النص علشان موضوع الغاز، وحاولنا ان احنا نقفل يمينه وشماله برضو بنظام الوحدات. ونفس الكلام هنا منطقة الحوض اتعمل لها منطقة الظرف تحت الحوض بتاعتها، بس هنا جت كبيرة شوية علشان الحوض ده كبير، وده هيساعد بعد كده ان لو محتاجين نكبر الحوض عن كده ان احنا نقدر نكبره. عملنا برضو هنا دي برضو وحدة منفصلة في الجنب التاني من الحوض، ضرفتين وفوقيها ضرفتين بنفس الشكل عشان يبقى الشكل كله واحد، يعني يبقى ماشي كله ماتشنج مع بعض. الضرفة دي قصادها ضرفة من فوق عشان السيمترية بتاعة المطبخ. طالما عندي المساحة اوبن مفتوحة اقدر ان انا انوع واظبط الشكل زي ما انا عاوز. وهنا طبعا المطبقية بتاعتي الثابتة فوق الحوض مباشرة، ان انا هغسل كده وانا واقف احط بايدي هنا شمال ويمين براحتي. والجنب التاني جنب البوتاجاز عملنا الاختراع بتاع الزيت بتاعي اللي انا بعمله في كل المطابخ، الماتيريال بتاع نفس المطبخ بحيث ما يكلفنيش. وهنا الدراج بتاعت المعالق، درجين صغيرين للمعالق والشوك. وعندي تحت بقى الدرج العميق اللي بنعمله للسمنه والزيت والبرطمانات الكبيره. وهنا على العمود دوت ظبطنا الشكل بحيث ان هو يبقى ماشي سيمتريه واحده، ضرفتين تخزين بالمفصلات بتاعت السوفت كلوز زي ما انتم شايفين. طبعا مش محتاج اقول لكم ان كل المفصلات اللي بننفذها في كل مطابخ بفضل الله بتكون سوفت كلوز. هنا عاملين ضرفتين، وفوق الضرفتين دول ضرفتين برضو العمق بتاعهم ارفع عشان يمشي معايا الوش كله حته واحده. دي بقى نستخدمه في التوابل تخزين. وجينا طبعا هنا فوق البوتاجاز، هنا يبقى فيه منطقه شفاط الهرمي، حطينا الوش دوت كده علشان يوصل لي يمين بشمال، يبقى المطبخ كله ماشي سيمترية واحدة ووش واحد بشكل واحد، ما يبقاش هنا قطعة على اليمين وقطعة على الشمال تحس انهم منفصلين عن بعض، لا هم كلهم بيكملوا بعض. وهنا عملنا حساب الشفاط اللي هيجي هنا يركب هنا في النص، وسيبنا مكانه فاضي، الشركة هتيجي تركبه. معانا الدكتور معاذ بقى يقول لنا رأيه. هو طبعا من محافظة الإسماعيلية واحنا من القاهرة، فيقول لنا بقى ايه رأيه في التجربة اللي مر بيها معانا. والله الحاجة كلها زي الفل مع باشمهندس سلاوة. كل حاجة زي ما احنا متفقين وزي ما احنا قايلين، والخامات مفيش أحسن من كده، يعني هو الفينش وكل حاجة. تسلم ايديكم. شكرا جدا، اتشرفنا بيكم. بس كده، ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب قناه، وقولي رايك في التعليقات. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.